مسنان مغربيان عاشوا مع بعضياتهم أكثر من نصف قرن في حب واحترام وسعادة. حتى الناس اللي كتربط سعادتها بالماديات في هذا العصر الاستهلاكي كتشوف أن هاد الزوجان هما مثال العلاقة الزوجية البسيطة والطويلة الأمد المليئة بالحب والوفاء على مر سنين عدة. هم يتمنون هكذا حياة، ولكن ما يقدروش يتخلصوا من قلقهم على وظائفهم من فقدانها أو الصالير ينقص، وكيشعروا بالغيرة والحسد لأن زميلهم في العمل أو جارهم اشترى سيارة جديدة أو دار كبيرة إلى آخره. حتى الأغنياء اللي وضعهم المادي جد مريح وحساباتهم البنكية مكدسة بالملايين ما يقدروش يعيشوا هذه الحياة البسيطة لأنها ما كتشبعش رغباتهم في التفشخر بما يملكون باش يبينوا أنهم أرقوا أسمى من الطبقات السفلى. لذا هم في سعي مستمر لجمع المال باش يحافظوا على مكانتهم وثروتهم تزيد. أما الفقراء المغلوبين على أمرهم اللي همهم الوحيد هو توفير لقمة العيش، كتبان لهم حياتهم الفقيرة من الرفاهية المادية على أنها جحيم، وكيتمناو لو أنهم عاشوا في الفيلا ديال داك الغني الجشع لأنها هي الجنة بالنسبة لهم. طبعا الحياة اللي ما كتوفرش فيها أدنى شروط العيش الكريم هي فعلا جحيم. تأكيد لكل إنسان تطلعاته ونظرته للحياة الزوجية والشروط اللي ممكن تخلق ليه علاقة سعيدة مع الشريك. وعلاقة هاد المسنان ماشي نموذج للزواج الناجح بالنسبة للجميع، أما اللي باغي فعلا يعيش بحال هاد العلاقة الزوجية البسيطة غيخصو بعض التضحيات، وهذا الشيء كينطبق على جميع الطبقات الاجتماعية من فاحش الثراء إلى الفقير اللي عنده الضروريات. في الحقيقة تبسيط الحياة مسألة صعيبة إلا كان الهاجس ديال الفرد هو التمظهر والتفشخر بالماديات، وبلا بهم ما كيحسش بأنه إنسان عنده قيمة، لأن هاد الأشياء كتعارض مع شعور السعادة الحقيقي. ما تقدرش تعيش حياة زوجية بسيطة وتضحي بكل المغريات والعلاقات الكثيرة اللي ولفتيهم كفرد قبل الزواج بين ليلة وضحاها. المسألة كتحتاج لبعض الوقت، وتبسيط الحياة كيجي بالتدريج عن طريق التخلص من كل ما هو زائد عن الحاجة من أشخاص وأغراض، وتحتفظ فقط بالقليل المفيد. أهم شرط هو ضبط النفس وتطهيرها من حب المتعة الآنية ومجرد سخف الحياة في هذا الوقت والتأثر بالمظاهر الزائفة، وتحاول تنافس في سوق التصنع وبان عليا بان لك، لأن لا مكان للقناعة والرضا في جسد بلا روح. الشيء اللي كيجرك لواحد الإدمان إشباع الرغبات وتقلب دائما على السعادة خارج نطاق روحك وجسدك. احنا في عصر المشتتات بامتياز. الانسان قل صبره وضعفت ارادته وتخلى عن القيم ديالو الاصيله واصبح بلا هويه، ونتيجه كثره الخيارات وسهوله الحصول على اي شيء ترغب به ما بقات حتى حاجه بقيمتها وبحلاوتها، لاننا ما درناش حدود للترفيه ولينا عبيد شهواتنا. كلما استهلكنا اكثر زادت شراهتنا لاستهلاك المزيد. التغني بالقيم النبيلة بحال الوفاء والقناعة والتضحية في مواقع التواصل كيبقى غير منشورات لتزيين الحائط فقط، أما تبنيها وجعلها شيء متجذر في ذات الإنسان كيبقى بعيد الحدوث، لأننا لسنا أسياد على رغباتنا، وبلا وعي منا سلمنا أنفسنا لوحش النوتيلا وهو اللي كيحدد شنو باغين وكيتحكم في توجهاتنا. سلم منا القيم ديالنا وجعلنا روبوتات مفعول بها وهي تضحك. السعيد لا يحتاج لدليل مادي باش يبين لينا كم هو سعيد، يكفي انك تكون سعيد داخليا وغيبين عليك داكشي خارجيا، من تواضعك والابتسامة ديالك الدائمة وهدوءك وتعاملك اللطيف وغيرهم من الدلائل اللي كتوحي ان الانسان فعلا راضي وعايش في السلام داخلي مع نفسه ومع داك الشخص اللي كيشاركو شخصيته البسيطة وحياته البسيطة، وقادرين على الصمود امام صعوبات الحياة الغير مثالية بطبيعها.